خلاص صفقات نادي الزمالك انتهت بشكل رسمي، ما تبقاش غير 3 مراكز هقول لك عليهم بالتفصيل، وهقول لك كمان حكايه ارون بوبينزا لاعب نادي الزمالك الجابوني واخر ميعاد للوصول لنادي الزمالك، وايه هي حكايه ارون بوبينزا اصلا وتوقف الصفقه. كل دي تفاصيل هقولها لك في حلقه النهارده. تطورات كبيره جدا في نادي الزمالك، والزمالك عنده 48 ساعه فاصله في ميركاتو نادي الزمالك. كل التفاصيل دي معانا في فيديو النهارده. نروح للانترو سريعا ونرجع للتفاصيل. الزمالك بيعلن بشكل رسمي ضم محمد حمدي ظهير ايسر نادي انبي، زي ما اكدت لك في الفيديو اللي قبل ده تقريبا. قلت لك ان يومين او 3 بالكتير ومحمد حمدي هيكون في نادي الزمالك، والزمالك فتح اخر مفاوضات مع محمد حمدي. كانت اخر فرصه في المفاوضات اما ان محمد حمدي يكون في الزمالك واما انه خلاص. فكانت اخر جلسه مع نادي انبي، والحمد لله نادي الزمالك اكد كلامنا وبيعلن يعني انتقال محمد حمدي لنادي الزمالك بشكل رسمي لمده موسم على سبيل الاعاره ب 3 مليون جنيه. طبعا مش ده الرقم بس، بصراحه العقد له وعليه، فالعقد فيه بنود صعبه قوي. مش عارف ايه اللي بيجبر نادي الزمالك على الموافقه على بنود يعني تكاد تكون صعبه جدا جدا بصراحه. انت عارف عزيزي الزملكاوي ان كل دور بيتخطاه الزمالك انبي بيحصل على ايه؟ على 300,000 جنيه. دي كفايه لوحديها، يعني بلاش نفتح موضوع البنود في عقد اللاعب محمد حمدي، بتوجع البطن حرفيا. في النهايه اللاعب اصبح زملكاوي ونتمنى له التوفيق. وبالمناسبه برضو اللاعب يعني زي ما قلت لك العقد له وعليه في بنود صعبه، ولكن في النهايه اللاعب يعني عقده مع نادي الزمالك واخده لمده موسم، ممكن ما يجددلوش مع خيار اولويه الشراء. على فكره مش خيار احقيه الشراء، فنادي الزمالك له الاولويه في شراء اللاعب، ولكن مش حقيه يعني زي بتاعه او بند اللاعب محمد شحاته. في النهايه الزمالك ضمه لتحسبا لفتوح، يعني ان تطول مشكله فتوح لو اتحلت هيبقى في مفاضله بين محمود بنتايج ومحمد حمدي. في النهايه اللاعب هيكون موجود كخيار ثاني او ثالث، فاذا اللاعب تفوق على محمود بنتايج فاللاعب موجود بجانب فتوح اللي ربنا يفك كربه قريبا، واذا اللاعب ما تفوقش على بنتايج فخلاص هيفضل بنتايج وفتوح مع نادي الزمالك. فهو العقد زي ما بيقولوا نادي الزمالك يعني عشان يمشي بيه الدنيا لحد ما فتره فتوح نعرف فيها ايه. اذا اللاعب تالق مع نادي الزمالك فخلاص ممكن يبقى موجود جانب فتوح، واذا فتوح قضيته تاخرت فهيبقى موجود مع بنتايج. فالعقد زي ما قلت لك له وعليه. في النهايه اللاعب زملكاوي نتمنى له كل التوفيق. اخيرا نقفل موضوع ارون بوبينزا، خلاص الموضوع كان رايح لسكه الفشل. تخيل عزيزي الزملكاوي بعد ما كان الزمالك بيحمل البطاقه الدوليه للاعب كان ممكن الفريق يعني او اللاعب يتخلى عن نادي الزمالك ويخلع بمعنى اصح، بحكم بقى الوسائط اللي دخلت من كل الجهات علشان يفشلوا الصفقه. فاللاعب كان ممكن جدا يطير من ايد نادي الزمالك ارون بوبينزا، بس اللاعب عزيزي الزملكاوي مخلص كل حاجه، بالدليل انه مخلص زي ما قلت لك قبل كده ان البطاقه الدوليه مع نادي الزمالك، وان كمان وصلت نادي الزمالك واتحاد الكوره. كل ده دليل ان الصفقه كانت ماشيه في طريقها الصحيح وموقف نادي الزمالك صحيح. ولكن تعالى اقول لك الحوار كامل عشان تبقى معانا في الصوره ونقفل الموضوع ده تماما. ارون بوبينزا لما الزمالك عمل حته صايعه بصراحه كده بلغه الكوره ونشر البطاقه الدوليه للاعب، خلى كل الانديه اللي بتتنافس على شراء اللاعب تتراجع بعد ما شافوا بطاقه وصحه نادي الزمالك وصحه موقف الزمالك. اللاعب في ايد نادي الزمالك والزمالك بيعمل كل اللي تتخيله عزيزي الزملكاوي عشان يأيد اللاعب في القائمه الافريقيه لماتش السوبر، وكده كده هيتأيد في ساعتها مفيش اي مشاكل، سهله جدا لان كل حاجه خلصانه، مفيش بس غير التوقيع الرسمي والبطاقه الدوليه اصلا موجوده في نادي الزمالك. فهيتأيد بمثابه يعني ما يسجل او يوقع مع نادي الزمالك. في وقتها هيتم تقييد اللاعب في القائمه الافريقيه لمباراه السوبر وتوقيع العقود بشكل رسمي ان شاء الله. فبمعنى اصح كانت ممكن الصفقه تطير من نادي الزمالك لولا تامين الزمالك للصفقه بصراحه. كمان عايز اوضح لك تريكايه عاملها نادي الزمالك، دي كانت في صالح نادي الزمالك وخلت الجيم في ايد نادي الزمالك. ان نادي الزمالك عامل شرط جزائي في حاله ان اي حد ما يستكملش العقد من طرف واحد، يعني سواء ارون او نادي الزمالك، بيدفع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، ما يعادل تقريبا 2 مليون او 200 مليون مصري وشويه. فدي تريكايه ربطت اللاعب وخلته متقيد بنادي الزمالك غصب عنه. فطبعا اللاعب مش هيضحي لله وللوطن ب 2 مليون دولار وشويه وما يكملش مع نادي الزمالك، يدفعهم لنادي الزمالك بس كده وخلاص. وطبعا حتى لو حصل وده مش هيحصل ان شاء الله يعني، فنادي الزمالك برده كسبان 2 مليون دولار من الهوا. فهي طبعا شرط جزائي ممتاز جدا من اداره نادي الزمالك في هذا العقد. في النهايه نادي الزمالك كسبان، ولكن ده مش هيحصل ان شاء الله.
حابب اطمنك ان شاء الله بالكتير قوي بعد بكره هيوصل القاهره. طبعا خلاص مش هيوصل النهارده، كان من المفترض انه يوصل النهارده الفجر ولكن للاسف ما وصلش، ولكن الزمالك في النهايه توصل لاتفاق هيوصل باذن الله ان شاء الله بعد بكره بالكتير قوي، مش هتزيد عن كده ان شاء الله، بعد ترضيه الجميع سواء بقى وكلاءه اللي كانوا بيبحثوا عن عروض له في كل الاماكن اللي هو طبعا الشركه التسويقيه للاعب، وكل الامور خلاص خلصانه والزمالك راضى الجميع وانتهت الصفقه بشكل رسمي الحمد لله. وخلال بعد بكره بالكتير قوي ان شاء الله هيبقى في نادي الزمالك. دي كانت قصه ارون بوبينزا اللي عامل صداع لناس كتير عزيزي الزملكاوي قبل ما يجي. كمان الزمالك في محاوله اخيره زي ما عمل مع نادي انبي في محاوله اخيره علشان يضم اللاعب ونجح في ضم محمد حمدي، الزمالك بيعمل نفس السيناريو مع نادي زد بعد ما فشلت مفاوضات امس. يعني نادي الزمالك عمل مفاوضات امبارح مع نادي زد لضم عبد الرحمن البنوبي الجناح الايسر لنادي انبي او نادي زد، فنادي الزمالك بيعمل المفاوضات دي تاني مع نادي زد بعد ما فشلت المفاوضات امبارح علشان يخلص محمد اسماعيل وخلاص، يعني صرف النظر عن البنوبي لان كانت المشكله مع نادي زد المبالغ الماليه ولكن من ضمنها برضو ان نادي زد مش عايز يتخلى عن اللاعبين، فنادي الزمالك عايز مدافع لان المركز ده تحديدا اضعف مراكز اللي نادي الزمالك اولا ما دعمش فيها، ثانيا المركز ده واحد من المراكز اللي محتاجها نادي الزمالك جدا جدا جدا، وعلى ما يجي يناير ان شاء الله نتعاقد مع واحد السوبر. ففي المهم في النهايه يعني نادي الزمالك بيعقد جلسه ان شاء الله النهارده علشان يخلص فيها صفقه اللاعب محمد اسماعيل لنادي الزمالك. اللاعب ماضي نادي الزمالك وعنده الرغبه وعنده كل شيء، ولكن نادي الزمالك بيخلص مع آل ساويرس طبعا ملاك النادي نادي زد، وان شاء الله تخلص المفاوضات على خير ويكون اللاعب لاعبا في نادي الزمالك. ودي تقريبا الجلسه الاخيره مع نادي زد علشان يخلصوا اللاعب، اما انها ان شاء الله توصل بالنجاح ونادي الزمالك يحصل على عقد اللاعب، واما انها توصل بالفشل وساعتها نادي الزمالك هيقفل الباب مع محمد اسماعيل. كمان الزمالك كان في جلسه مطوله مع البنيني سامسون اكينيولا، واحد من افشل صفقات الزمالك على مر التاريخ تقريبا، صفقه من الصفقات اللي فشلت واظهرت فشلها. اللاعب متعنت، يعني الراجل مش عايز يعني يفصل العقد بالتراضي او يفسخ العقد بالتراضي زي ما الزمالك طلب، وكان الزمالك طلب انه يفسخ العقد بالتراضي ويديله مستحقاته المتاخره، الا ان البنيني سامسون اكينيولا يا جماعه رافض، عايز يستمر في نادي الزمالك طبعا مش حبا في نادي الزمالك ولكنه علشان ياخد عقده كامل متكامل ومن نادي الزمالك، اللي هو يعني افسخ العقد من طرفك واديني الفلوس الكامله وانا هفسخ تعاقدي، لكن ان انا اتخلى عن السنه الاخيره ده مش هيحصل. نادي الزمالك حاول كتير انه يعني يوصل له ان هو ياخد ملفاته او ياخد مستحقاته كامله، الا انه رفض رفضا باتا، وفي جلسه ثانيه ان شاء الله هيعقدها نادي الزمالك. فالزمالك عايز يخلص من سامسون عشان يفضي مكان للاعب الاجنبي اللي هيجي نادي الزمالك والجناح المميز اللي هيكون اجنبي. فالزمالك عنده 5 اجانب في الوقت الحالي وهم سيف الجزيري المسلوسي ومحمود بن تايك واللاعب ارون بوبينزا ان شاء الله اللي هيوصل قريب باذن الله، واللاعب سامسون اكينيولا هو الخامس. فالزمالك عايز يخلص صفقه سامسون اكينيولا ويخلص من اللاعب، فعلشان طبعا صفقه الوينج الشمال والا هيأجل الصفقه ليناير على الاقل. يعني خلينا نشوف الجلسه القادمه هتسفر عن ايه. نتمنى الزمالك يوصل لحل مع سامسون اكينيولا ونخلص بقى ونخلص صفقه الجناح الشمال على خير باذن الله. موقف صديق اجوله مع نادي الزمالك، ممكن جدا تشوف صديق اجوله في نادي الزمالك، ولكن سيراميكا كليوباترا طالب 2 مليون دولار لاي نادي، مش نادي الزمالك، لاي نادي عايز اللاعب صديق اجوله. لاعب مهم لكن بصراحه المبلغ المالي كبير جدا على صديق اجوله، يعني صعب جدا نادي الزمالك يوفره في الوقت الحالي، لكنه يظل المفاوضات شغاله وتظل صفقه صديق اجوله وارده جدا انها تيجي نادي الزمالك. طب هل صديق اجوله هو الوحيد ان نادي الزمالك مجهزه في مركز الجناح الشمال؟ لا طبعا، نادي الزمالك عنده 2 مخلص معاهم في مركز الجناح الشمال، مراكزهم هتكتفي بمراكزهم، ويعني انهم مش مصريين في النهايه علشان يعني حفاظا على سريه الصفقه او الصفقتين. نادي الزمالك اكيد هيخلص واحده منهم مش الاثنين، فنادي الزمالك مخلص مع صفقتين مراكزهم طبعا الاثنين مركزهم جناح شمال، وفي منهم واحد بيجيد اللعب في مركز الجناح ومركز المهاجم، فينفع جوكر بمعنى اصح في نادي الزمالك، يعني هيفيد الزمالك. المهم ان نادي الزمالك متفق مع الاثنين ومخلص كل حاجه. ليه متفق مع الاثنين؟ تحسبا لاي سيناريو يحصل والصفقه ممكن ما تتمش او حاجه، فيبقى عنده خيار اول وخيار ثاني، ده طبعا في مركز الجناح الشمال. حال طبعا نادي الزمالك تخلص من سامسون، اذا ما تخلصش من سامسون وبقى في نادي الزمالك خلاص نادي الزمالك مش هيدعم في مركز الباك او الجناح الشمال.
واخيرا بقى اخونا مهاب ياسر، عرضين وصلوا لنادي الزمالك، عرض من الاسماعيلي لاستعاره اللاعب من نادي الزمالك، وعرض من بتروجيت لشراء اللاعب بشكل نهائي. اتمنى نادي الزمالك يخلص الصفقه في اسرع وقت ونتخلص من اللاعب، وبشكل اكيد اللاعب اصلا خارج جدران نادي الزمالك وخارج حسابات اصلا جوزيه جوميز. اللاعب او الزمالك يعني بيدرس العرضين، وان شاء الله نادي الزمالك اكيد يعني هيختار مصلحه نادي الزمالك ويشوف انهي العرضين انسب لنادي الزمالك، واللاعب بشكل رسمي خارج جدران نادي الزمالك ان شاء الله في الفتره القادمه. وبكده عزيزي الزملكاوي نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، اتمنى اشوفكم في حلقات تانية جديده. كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، وفي النهايه سلام.